السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي في كل مكان، حبايبي في الوطن العربي، الوطن الإسلامي والعالم كله. حكينا قصة من التاريخ المرة اللي فاتت عن كليب ابن ربيعة، وأول كلام قلت إنه كليب ابن ربيعة خلى العرب العدنانيين رجعت لهم السطوة تاني على العرب القحطانيين ان هم ساكنين اليمن. طبعا انتوا قدامكم الجزيرة العربية، هنا فوق نجد والحجاز، ومن تحت ايه؟ اليمن. ارض الحجاز دي هي السعودية حاليا. كان العدنانيين اللي منهم معد خلف اتنين، قلت لكم المره اللي فاتت، ربيع ومضر، كانوا ساكنين في شبه جزيره في ارض الحجاز، وغالبا في نجد، يعني قريبين من في وسط السعوديه. المهم، ربيعه كليب بن ربيع جاب العزه ازاي للعدنانيين، وهزم ازاي القحطانيين. ده هتكلم عنه النهارده في يوم اسمه يوم غزاز. يوم اسمه يوم ايه؟ غزاز. يوم غزاز، عاوزين تعرفوا يعني ايه يوم غزاز؟ يوم جميل، يوم رجعت فيه العزة لأهل الحجاز على ملوك ايه؟ ملوك اليمن. استنوني هقول لكم ايه هي الحكاية. يوم غزاز ايه حكايته وايه بدايته؟ بس قبل ما اقول ايه بدايته، اقول لكم ايه ظروف شبه الجزيره العربيه. القحطانيين اللي هم اهل اليمن كانوا تابعين لملوك الفرس، وكانوا الفرس بيخلوهم ايه؟ بيخلوهم ملوك على المكان اللي هو فيه. بس شبه الجزيره اهل الحجاز عمرها الحمد لله على مر التاريخ ما حد احتلها. ما حدش احتل شبه الجزيره العربيه، من ضمنهم مكه وقريش ونجد والكلام ده. ما حدش احتلها خالص. ارض الحجاز هي كانت بتبقى تابعه للي يحكم مصر، وكانت تابعه لحاجات كتير، بس عمر ما حد احتلها. يعني شبه الجزيره ارض الحجاز عمر ما حد احتلها. بس اليمنيين كانت اسمها يمن السعيد. يا رب ترجع يمن السعيد زي ما هي، بفخرها بسعادتها بكل حاجه. نتمنى ان شاء الله كل الوطن العربي يبقى سعيد. يوم غزاز قبل ما احكي لكم هو يوم تفاصيله ايه، اشرح لكم حاجه قلتها لكم قبل كده. العرب في ارض الحجاز اللي هي نجد والحجاز ومكه والطائف والمدينه اللي حاليا السعوديه، عمرها ما حد احتلها. يعني هم كانوا عاملين ان الارض دي مقدسه بسبب البيت الله الحرام. ما حدش احتلها، ولا روم ولا فرس. الناحيه الثانيه عند اليمن كانوا محتلين اليمن، وكانوا جاعلين العرب ملوك عليها. العرب كانوا ملوك على الحته بتاعتهم، بس تابعين لملوك الفرس. بعد ان العرب بتوع اليمن تابعين لقحطان كانوا مسيطرين سيطرة شبه تامة على أهل عدنان، اللي منهم معد اللي خلف مضر وربيعة، قلت لكم قبل كده. المهم، في يوم من الأيام ملك من ملوك اليمن اللي هو تابع للفرس جاله وفد من أهل عدنان، من أهل معد، من مضر وربيعة. بعدين مسكهم وحجز ناس فيهم، وخلى ناس تانية راحوا لهم لأرض الحجاز، وقالوا لهم ايه؟ الملك بيقول لكم لازم ناخد المواثيق منكم اللي انتوا تابعين ليا على طول. وحبس ناس منهم وناس راحت. الناس اول ما راحت وقالت الكلام
كليب ابن ربيعة كان راجل، كان شاب شديد وعنده حماسة ويحيى الشباب، مش أونطة. كان كليب مش أونطة، يعني مش زي التمثيليات وزي جعفر العمدة والأفلام الهندية اللي انت بتسمعوها ده، واخوه سيد اللي ضرب الراجل وداس عليه بالجزمة وكان لابس بنطلون، وجعفر العمدة كان لابس ايه؟ كلسون، وكان ماشي حافي. الله يكرمك يا اخويا سيد. المهم جعفر العمدة غير حمادة، والعرب ورجولتهم حمادتين. كليب قال لا، ما ينفعش اللي احنا يبقى فينا كده، يستعبدونا، ده احنا العرب اهل شهامة وعزة وكرامة، ما ينفعش كده، يلا انا هحارب. اول ما سمعوا ان كليب هيحارب، اتجمع حواليه كل القبائل اللي طالعه من معد، اللي طالع من مين؟ من معد، اللي طالع منه مضر وربيعه، ربيعه ومضر كله اتجمع، قبائل كلها، وائل وبكر وتغلب واهل النجد، وكله اتفق ان هم لا، لازم يحارب. طبعا ملوك اليمن اللي هم قبائل مزاحج دول، كان منهم مملكة حيمر ومملكة كند. كان القائد سلمة من بني آكل المرار، والملك سليمة بن الحارث، والتبع اليماني، وكان الأمير نبهان، وكان واحد تاني معاه، دي طرف أهل اليمن السعيد، إن شاء الله ترجع سعيد. دول فريق أهل اليمن اللي تابعين للفرس. والفريق الثاني كان على رأسهم كليب بن ربيعة، وأخوه الزير بن سالم، وابن عمهم مرة ابن زهر اللي كان ولده ابنه جساس من بني بكر. وكان واحد معاهم عظيم احنا قلنا حكايته، الحارث ابن عباد. اتجمعوا وخطط الخطة كليب. خطط الخطة مين؟ كليب. قال لهم انتوا تروح شوية صغيرين يبقوا قاعدين على الجبل، واحنا بالمجموعة الكتار نستنى منكم اشارة. قالوا له ايه هي الاشارة؟ قال لهم الاشارة الاولانية اللي انتوا تحطوا ايه؟ تولعوا نار. اول ما تحسوا ان العدو جاي تولعوا ايه؟ نارين، تخلوه نارين فوق الجبل. انا اعرف الكلام دوت، هاجي بالقوات بتاعتي وان شاء الله نهزمه. دول كانوا من كام ودول كان كام؟ طبعا الممالك والقبائل التانية تبع اليمن لموا كتير، قالوا ايه ده؟ هيطلع لهم نفس، احنا لازم نموتهم. لموا 50,000 واحد. 50,000 ايه؟ واحد. كليب لم 10,000. وكليب عمل الخطة بتاعته. طبعا وهم ماشيين اهل تهامة سمعوا بخروج كليب واتضموا على ايه؟ على كليب. طبعا اليمنيين شافوا النار قليله وشافوا ان دول قليلين وهجموا ايه؟ عليهم. ما عرفوش طبعا يطلعوا في جبل اسمه جبل غزاز، هي الموقعة في جبل غزاز، وسموا اليوم باسم الجبل. طلعوا ليوم قليلين، بعد ما الصبح كليب جه والمجموعه بتاعته وهزمهم هزيمه منكره. اتحوط عليهم من هنا ودول نزلوا لهم من الجبل وحوطوهم. مات ساعتها من الممالك العربيه اللي تابعه للفرس، مات 18,000 واحد. ومات من قبائل معد اللي هي مضر وربيعه اللي كان قائد عليها كليب بن ربيعه، مات 1,500 واحد. وفضل من ساعتها العرب اللي في ارض الحجاز اللي تبع عدنان، اللي تبع معد بن عدنان، ليهم السياده عليهم. كليب اللي موت وجساس اللي انا حكيت لكم الحكايه بتاعته، لحد ما لفت السنين ورجعت السياده طبعا للممالك
ممالك حمير وكن، لغايه ما جه رسول الاسلام وساوى بين العرب، واسلم ده واسلم ده، وطرد الفرس من اليمن السعيد. كان يوم من ايام العرب، كان يوم يقول لك ان العرب رغم ان هو كان قليلين مجموعه قليل، بس عنده عزه وكرامه، ما رضيش ان هم يبقوا اذله لملوك حيمر ملوك اليمن اللي كانوا تابعين للفرس. دي حكايتنا النهارده، يوم غزاز، يوم من ايام غزاز. واستنوا قصه جديده من قصص التاريخ، من قصص العرب. واحد هيسالني يقول لي انت مالك جايب العرب قبل الاسلام، ما جايبش ليه بعد الاسلام؟ عاوز اقول لك ان بعد الاسلام، يعني العرب قبل الاسلام ممكن تلاقي ضوء بسيط ضوء بسيط ضوء بسيط، بس العرب بعد الاسلام، بعد ما جه نبي الاسلام، عاوز اقول لك بيجي شمس، مش نور هنا ونور هنا، بيجي شمس كبيره. حاجات كتيره هتسمعوها، استنوني. بس الاول قبل الاسلام، وبعد كده يحلها الحلاله لما نيجي للاسلام. انا بحبكم قوي، استنوني في قصه جديده. ما تنسوش تدعموني، فعلوا الجرس وتعملوا لايكات وتقولوا لي ايه رايكم في الحكايه. واللي حابب يحكي حكايه جديده او عنده حكايه انا عاوز احكيها له، يكتب لي على التعليق وانا من تحت امره. يوم غزاز، يوم العزه لارض الحجاز، يوم ما قام كليب بن ربيعه وهزم ملوك الفرس، وقال للعرب انتوا اهل الشهامه، انتوا اهل المروءه، رجولتكم في العالم علامه. انتوا يا ارض الحجاز افتكروا يوم غزاز اللي انتحر فيه الفرس، وكان فيه الغالب ارض الحجاز. تحيه لارض الحجاز، تحيه لارض اليمن، تحيه للسعوديه، تحيه لليمن السعيد، سوريا والجزائر، المغرب، جزر القمر، كل الوطن العربي، تركيا، افغانستان، باكستان، كل الوطن الاسلامي مستنيكم في حكايه جديده من التاريخ. وعاوز اقول لكم الاسلام جه وغير العرب وخلاها اجمل واجمل واجمل. استنوني في حكايه جديده، والسلام عليكم.